السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا في احسن حال يا رب، اللهم امين. النهارده ان شاء الله زي ما شفتوا كده في عنوان الفيديو جاي اعمل معاكم صينيه بطاطس تانية مختلفه خالص. هعملها بالطماطم في الفرن، بس تكون ني في ني. ني في ني يعني كل حاجه هتتحط على بعضها. معايا ده عصير طماطم، ومعايا فلفل اخضر على فلفل احمر كده مخرطات رنشات، وشويه ملح على فلفل، وبصله كده مقطعاها كبيره شويه. وطبعا البطاطس مقطعاها مكعبات كده زي ما انتم شايفين، بس تكون بالحجم اللي انتم شايفينه ده علشان ما تتهريش، وسط يعني، ولا رقيقه ولا تخينه. ومعايا هناك كده دي قشطه، او حابه تستبدلي القشطه بزبده فلاحي برضو اللي يريحك، وهبقى استخدم كمان معاها زيت. طبعا موضوع القشطه ده اول مره تعرفوا انه يتحط على صينيه البطاطس، بس صدقوني جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. يلا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه يا حبايبي هعملها معاكم ان هحط الملح بالفلفل على البصل كده. هتفضلي بقى تدعكي فيه جدا جدا كده اهو لحد ما ينزل الميه بتاعته. الخطوه دي بتخلي البطاطس طعمها حلو جدا وتخلي ريحتها حلوه قوي. تفضلي تعملي في البصل بالشكل ده كده. طبعا الطريقه ديت احنا واخدينها من الناس بتوع زمان، يعني الناس اللي هي كان نفسها حلو جدا في الاكل، فبتخلي البطاطس حلوه قوي. على قد ما تقدري تنزلي عصاره البصل كده هو تبقى حلوه قوي. هتقومي بقى حاطه ايه، هتجيبي البطاطس قدامي كده، هحط بقى كله على بعضه، عشان كده احنا سميناه ني في ني. البطاطس هحط عليها ايه، البصل، وبعد كده الفلفل، ماشي. وبعدين هقلبهم كويس جدا بايدي برضو علشان البصل ياخد من الطماطم كده من البطاطس، وكله يتجانس مع بعض، والفلفل وكله كده مع بعض، ماشي. هعمل ايه بقى دلوقتي، هحط القشطه بتاعتي كده في النص. بعد ما حطيت كده القشطه على البطاطس بتاعتي هحط بقى عصير الطماطم. طبعا انت مش هتفردي القشطه ولا اي حاجه، هي هتسيح مع بعضها كلها كده. بعد ما حطيت الطماطم كده يا حبايبي هحط كوبايه ميه كمان بالشكل ده كده. هحطها بقى على البوتاجاز تستوي شويه، وبعد كده اما تخش في السوا هدخلها الفرن. نسيت اقول لك كمان هحط كده شويه زيت، ماشي. وبعدين بقى هتستوي شويه على البوتاجاز، ولما تخش في السوا هدخلها في الفرن، ولما تطلع هوريلك احلى صينيه بطاطس ان شاء الله. ادي يا حبايبي صينيه البطاطس بعد ما طلعتها من الفرن حلوه جدا وريحتها حلوه قوي قوي بسبب القشره اللي انا حطيتها لها، وكمان التكايه اللي انا عملتها بتاعه دعك البصل بالملح والفلفل حلوه قوي قوي. انا ما بحبش احمرها قوي اكتر من كده، وبحب اسيبها مرقه كده ما تنشفش من الطماطم بتاعتي. بيحبوها عندي هنا كده في البيت، حلوه جدا. اتمنى تجربوها ويا رب تعجبكم، واتمنى وصفاتي السهله البسيطه ديت تكون نالت رضاكم. واشوفكم يا حبايبي في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.